السلام عليكم جيش الغمازات. تيمو فتيت ايش قد اشتاقيت انسوا من الغرفه وراي الساحه مكركبه وبسوي لكم شويه اناره وحركات لحتى انتم تحسون حالكم ما عم تتفرجون على التليفون، انتم قاعدين معاي. شلونك عيني؟ شلونك عيني؟ اليوم الفيديو خاص بالعراقيين، اليوم الابداع العراقي خلى الهنود يعتزلون. اليوم عندنا بنت اسمها خاصه شمس فارس، اكثر من 100 مليون مشاهده يمكن على الفيديو. اللايكات جايات من الهنود اكثر من العرب. خلونا نشوف فيديوهات احنا وياكم سوا. الترند الهندي، حطوا لايك، اشتركوا على فضلا وليس امرا، واهم شيء اكتبوا لي اكثر من تعليق. تحياتي للعراق ولكل محافظه عراقيه. اثبتي وجودك باسم محافظتك واثبت وجودك باسم محافظتك العراقيه. عراقيين جيش الغمازات. يا ما فديت قد اشتاقيت. طبعا يا جماعه انا هاي البنت ما اقدر اقيم. اولا جوده التصوير ما شاء الله 10 من 10. طريقه المكياج والحركات ابداع مو طبيعي، يعني تستاهل هاي المشاهدات وتستاهل انه الهنود يستغربون منها. يعني تخيل مصاحبه الترند الاصلي مستغربه، يعني تستاهل اكثر من 100 مليون مشاهده. ما ادري ايش قدر راح وصلت مشاهدات، يمكن اكثر. كميه الابداع، شوفوا اهم شيء باي فيديو او اي ترند او اي شيء يخص السوشيال ميديا هو جوده الصوره او جوده الفيديو. ما شاء الله تحس اكثر من الطبيعي، اكثر من عيونك ما تشوف. كميه الجوده العاليه وكميه الابداع، كميه الاحترافيه بهذا الفيديو اللي مسويته هي، وبنفس الوقت الانتقالات بين بعضهن، طريقه تقسيم الفيديو، حركه الشفايف مع الاغنيه لازم تكون يعني نفس الاغنيه، يعني كانها هنديه. مستحيل لو مو اسمها شمس فارس وعرفانها انها عراقيه مستحيل اعرفها انها عراقيه. خلينا نشوف المتحديه الثانيه، والمتحديه الثانيه قالوا انه هذا ترند عراقي ما دخلوا بالاغاني الهنديه. خلينا نشوف اليوم العراقيين مسيطرين يابا. كذاب ذال ابن الواكيت كذاب. ومثل ما شفنا يا جماعه انا متاكد هاي البنت راح تسوي ترند خاص بيها. يعني الهنود هم ترند وخلوه يدخل على الوطن العربي بشكل عام. اليوم انا متاكد هذا الترند العراقي راح يصل كل الاجانب. وعلموا على كلامي، ابدعت كل معنى الكلمه. طريقه، يمكن هذا اللبس بصراوي صح او شيء، الدقه هيك ما ادري بصراحه. كل محافظه عراقيه لها عادات وتقاليد، تحيه لكل المحافظات. ابدعت كل معنى الكلمه. اكثر شيء عجبني الحجاب بالموضوع. يما الحجاب يا اخي، يقولوا لي حمودي انت ليش تحب الحجاب؟ والله مو لاني بس اني مسلم، طبعا مسلم وحب البنت المحجبه، بس والله احس البنت لما تلبس حجاب ملكه ما ادري خدودها يبين جمالها، تكوين وجهها، فديت المحجبات والله، ولا مو محجبات بعد قلبي انت يعني. خلينا نشوف المقاطع اللي بعدها. يا جماعة اليوم الفيديوهات بي بنت عراقية، يمكن بنتين ثلاث عراقيات، الباقي غير عراقيات والله ما اعرف، لكن كمية الابداع بهذه الفيديوهات مو طبيعي. يعني انا اللي اكتشفته انه العربي بس يحط شغله براسه يسويها، والله العظيم. بس بي شغله واحده عندنا نحن العرب، مين يتفق وياي يحط لي لايك ويكتب لي بالتعليقات حمود نتفق وياك. نحن العرب بس نشوف واحد مبدع او نشوف واحد عم يسوي شيء جديد نحاربه. شنو هاي؟ شفتم ترند هندي سووه الهنود، جم العرب استلموه خذوا من الترند. تعرف شنو يعني خذها من ترند؟ العرب بكل شيء متطورين يا جماعه. بشكل عام البنت العربيه او الشاب العربي تمام، رغم انه الظروف يمكن انه بشغلات معينه ما تسمح له، القدرات الماليه، القدرات مثل ما يقولون انه يسافر او شيء، غير انه الاجنبي متوفر له كل شيء. العربي عم يبدع، فما بالك انه صاحب محتوى ملك بالمونتاج يتوفر له كل شيء، من ناحيه الكاميرا، من ناحيه الاضاءه، من ناحيه الدعم المادي. اقسم بالله لنبدا.
يعني كيوتيوبر عرب حاليا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله في كل يوتيوبر عربي يرفع الراس. طبعا نحن يوتيوبر مثل ما يقولون عفويين جدا، محتوى تسليكي، ما نعتبر انه يوتيوبر، لكن في يوتيوبريه عم يقدمون محتوى، في تيك توكر عم يقدمون محتوى شيء يرفع الراس، سواء على التيك توك، سواء على اليوتيوب، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف باقي التحديات. يا جماعه انا ما راح اقيم، انتم قيموا. شفتم كميه الابداعات اللي عم تصير؟ يا اخي الترند الهندي باي باي، لازم يسمونه الترند العربي. بنات ابدع ما شاء الله، رغم اني انا ضد المكياج، لاحظوا، رغم اني انا ضد هاي الشغلات، لكن بما انه هو ترند هيج، يعني الهنود معروفين بطقوسهم او بعاداتهم وتقاليدهم انهم يحطون كحله زياده من شنو، نقطه حمراء وخناخر، فهمتم علي؟ يعني هو ترند هندي، اجباري الواحد اللي بده يستخدم مكياج. ورسالتي او صاير خربط علي كثير، رسالتي او مثل ما يقولون الكلام راح اوجهه مني، اغنيتي اللي تقول مكياج وبدون مكياج يا بنت بتجنني حطيتك على راسي التاج بين البنات الدللي. هاي الاغنيه هديه لكل بنت عربيه. انت مكياج عيني وبدون مكياج تخبلين، الله يحفظك، الله يجوزك الشخص اللي تتمنيه، والله يستر عليك الدنيا واخره. بنات العربيات ربي يخليكم، سواء كنت مسلمات او غير مسلمات، في رب العالمين بالاخير يحاسب الجميع. واتمنى اني انه اي ترند تحسونه حلو مهضوم جدا ابعثوا لي على حساب الانستغرام. حاليا هذا الفيديو اذا ما وصل 1000 لايك، مجرد ما وصل 1000 ينزل التحدي الثاني والترند الثاني اللي عن جد تحدي بين الشباب والبنات، ترند تيك توك، عرفتوا هذا البكوس مدري شنو، يجنن ويضحك من المسابقات. تمام؟ لايكاتكم يا جماعه حتى نستمر ونرجع مثل قبل. اهم شيء اكتبوا لي اكثر من تعليق، اهم شيء انت شاركي شنو؟ شاركي مرحبا بكل عفويتي، شايفين؟ بالغرفه مالتي بكل عفويتي وبكل لهجتي الحلوه. خلاص كثير ناس يقولوا انت ليش تحكي عراقي؟ لي الشرف، بس هاي مو لهجه عراقيه قلبي، هاي لهجتنا نحن اهل الجزيره الشرقيه بسوريا، نحكي مثلكم ترى، ولي الشرف والله بعد قلبي. اهم شيء بنات تشاركين هاي الفيديوهات لصديقاتك، وانتم شباب تشارك هاي الفيديوهات لاصدقائك، شوي شوي يرجع التفاعل. يعني هذاك الفيديو عجبني انه وصل 5000 مشاهده وحوالي تقريبا 1000 لايك راح يصير، رغم اني صار لي تارك فتره زمنيه طويله، فمتاكد ان هذا الفيديو راح يتحسن اكثر، واللي بعده شوي واللي بعد شوي نرجع على الساحه مثل ما كنا واحسن. كل ما عم اشوف تعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه عم يصير عندي تحفيز اكثر انه يوميا انزل لكم فيديو. كان معكم حمودي جيش القاسم، يوم مفيدين، ايش كنت اشتاقيت.